ب250 جنيه بس. نزلت السوق وجبت كل اللي نفسي فيه، وكمان جبت فراخ. هنشوف الكلام ده دلوقتي بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا مساء الورد والفل والياسمين على حبيباتي الأمارات اللي بيتفرجوا عليا. النهارده إن شاء الله راجعه لكم بفيديو جديد. نزلت السوق ب250 جنيه، جبت اللي نفسي فيه كله. يلا نشوف المشتريات بتاعتنا النهارده. بس فضلا منكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. وشكرا لكل الناس اللي كتبت لي كومنتات زي القمر على الملوخيه. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، اللهم امين. يلا نقول بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندخل على الفيديو على طول. بصوا، اول حاجه بقى انا اشتريتها في السوق، اول ما لقيتها جريت عليها على طول، هي البطاطا. انا ما صدقتش لما لقيت بطاطا في السوق. اللهم صل على سيدنا محمد. وطعمها سكر، وعملتها لكم بطريقه حلوه قوي. ان شاء الله انزلها لكم الفيديو اللي جاي باذنك انت يا رب، يا الفيديو اللي جاي اللي بعده، مش عارفه بالظبط الحقيقه. جبت البطاطا، اللهم صل على النبي، الكيلو عامل 15 جنيه. شايفين جميله ازاي؟ اللهم بارك. لسه طالعه طازه كده، اللهم صل على سيدنا النبي. وجبت كمان ليمون، الليمون عامل 30 جنيه، وفي ب20 بس مش قد كده. فقلت بدل ما اوزن ربع كيلو ب7.5، قلت له وزن على طول بال10 جنيه. وجبت اللهم صل على سيدنا النبي الخيار البلدي ده طعمه مسكر زي العسل. انا عايزه اقول لكم ان انا جبت الاسبوع اللي فات خيار، ولا حول ولا قوه الا بالله كان مر من جوه. قسما بالله كان طعمه مر. فخلي بالكم من الموضوع ده، في خيار صوب وفي خيار بلدي. انا الخيار اللي كنت جايباه الاسبوع اللي فات كان صوب، فكان مر وكانش حلو خالص. لكن الخيار ده بلدي، اللهم بارك. اللهم صل على سيدنا النبي. جبت كمان طماطم، والطماطم بدأت ترفع تاني، مش عارفة ليه. يعني هي بدل بعد ما كانت نزلت والكلام ده بدأت ترفع تاني. انا كنت جايباها النهارده ب20 جنيه، بس انا جبت ب15 جنيه بس، قلت له وزلي ب15. اللهم صل على سيدنا النبي. والخيار برضو عامل 15 جنيه النهارده. انا عايزه اقول لكم انا في الفيديو ده جايبه فراخ، وهتقولوا لي ازاي. هقول لكم والله العظيم جايبه فراخ في الفيديو ده من قلب ال250 جنيه، وهعمل لكم كمان بيها كفته، اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. المهم جبت ربطه بقدونس عشان الكفته اللي انا قلت لكم هعملها لكم. واللهم صل على سيدنا النبي. وجبت كمان فلفل رومي، التلات حبات دول عاملين 10 جنيه، ما شاء الله كبار، علشان برضو الكفته اللي انا عاملاها لكم تحفه يا بنات، هتعجبكم جدا. جبت كمان كيسين ملح، الكيس ده مكتوب عليه 7 جنيه، بس هو الراجل يعني قال لي عليه عرض ب5 جنيه، فجبت كيسين. اللهم صل على النبي. وجبت كمان كيسين ماجي، اللي هي التوابل بتاعت الكفتة والبرجر والحواوشي والحاجات دي، فأنا جبت الحواوشي وجبت الكفتة. تمام. وكمان جبت اللهم صل على سيدنا النبي بسبوسة سايبة، اللي هو دي السميد، حلو قوي ما شاء الله. جبت نص كيلو، عامل كام؟ عامل 15 جنيه. وجبت كمان رز بسمتي، الولاد هنا بيعشقوه، جبت برضو نص ب30 جنيه، يعني كيلو ب60 جنيه. تعالوا بقى اوريكم الفراخ اللي انا جبتها من ضمن ال250 جنيه. هي الفراخ دي، ايه الفراخ دي يا دعاء؟ دي بقى يا جماعة سر من اسراري اللي محدش يعرفه. الفراخ دي اسمها بواقي الفراخ. يعني ايه؟ عارفين انتوا تنظيف البانيه؟ ومحدش يضحك عليا ويقول لي انت جايباه دوت ومش عارف ايه. قسما بالله لو جبتوه هيوفر معاكم كتير جدا، وبيطلع كميه وفيره، اللهم بارك. وفي نفس الوقت رخيص بطريقه غير طبيعيه. هتتفاجئوا بسعره دلوقتي. بس بقى اقول لكم بس الاول هو عامل ازاي. هو بيبقى قطع صغيره كده، بيبقى فيها عظم. فانت بقى وشطارتك تنضف العظم كله منه، وتعمليه بقى شاورما، تعمليه اللهم صل على سيدنا النبي بانيه كداب، تعمليه تدخليه في الحشوات، في السمبوسه، في المكرونات، اللهم صل على سيدنا النبي، تعمليه كفته زي ما انا عملته كده، تعمليه برجر. بصي، يعني فنيني فيه. الكيلو عامل كام من الفراخ دي؟ عامل 30 جنيه. اه قسما بالله 30 جنيه، بيطلع معاكي العظمه قد ايه؟ ما يكملش ربع كيلو. يعني انت بتطلعي كميه كيلو الا ربع. اللهم صل على سيدنا النبي. بانيه صافي، البانيه دلوقتي عامل 200 جنيه، فانا وفرت شوفوا قد ايه، 170 جنيه. يعني جبت كيلو ب30 جنيه، بدل ما اروح اجيب كيلو بانيه ب200 جنيه علشان اعمله كفته ولا حاجه. فجربوا كده، روحوا عند الفرارجي قولوا له انا عايزه بواقي الفراخ. ما تقولوش بواقي الفراخ، قولوا عندك بواقي بس. هي معروفه الكيلو يا ب25 يا ب30. بس الراجل كان عنده النهارده ب30، وعايزه اقول لكم والله العظيم حلو قوي، اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. وهتشوفوها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي او اللي بعده، ان كان لنا عمر في الدنيا. اوريكم كميه الفراخ اللي معايا. طلعت كميه كفته قد ايه؟ طلعت لي كيلو ونص كفته،
اللهم صل على النبي، كل حاجة تشوفوها بإذن الرحمن. وجبت كمان 2 كيلو رز، مش فاكرة الحقيقة الرز ده عامل قد إيه، 25 يا 27، مش متذكرة بالضبط. اللهم صل على سيدنا النبي. ودي كانت المشتريات بتاعتي النهارده، حبيت اشارك معاكم بالاخص علشان اوريكم الفراخ اللي انا جايباها دي، علشان في ناس كتير ما تعرفهاش. في بقى انا حبايبي عرفتهم، اصحابي المقربين ليا يعني عرفتهم الحاجات دي، فبدأوا يجيبوها بالفعل وبدأوا يعملوها، فالدال على الخير كفاعله. انا حبيت ادلكم النهارده على حاجه زي كده، فعلشان الحمد لله الظروف صعبه جدا مع كل الناس، الحمد لله يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. انا كده خلصت الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه لو بحاجه بسيطه. كالعاده ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. اتمنى دعمكم ليا واشتراككم عندي علشان استمر واكبر بكم باذن الرحمن. دمتم في امان الله، اسيبكم في حفظ الرحمن واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.